السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شخباركم؟ طبعا اليوم ضايج كلش، ضايج بسبب تعليق. طبعا اليوم ردت اسوي فيديو رد على التعليقات، بس شفت تعليق يعني كلش ضواجني كلش. طبعا اللي اقل من 18 خد يطلع عن الفيديو. راح اراويكم التعليق وانتو حكموا. شباب هذا التعليق، والله هذا التعليق ضوجني كلش، ما مرة بحياتي ضايج هيجي. راح اترك لكم انتم التعليق. انت يعني عبس يجوز يحلك، يجوز مطيك الحساسية، مو تسوي هيجي. يعني حتى لو تحبه تكفر تقول يعني ما ادري ايش احكي والله. طبعا راح اترك لكم التعليق، انتم تحجون، انتم تكتبون بالتعليقات. راح افتح التعليقات وانتم اكتبوا ردوا على هذا الشخص. حتى لو متابعين عبس انتم ردوا لي، ويعني رد فشاير بكل شي. بس انا ما انزل للمستوى هذا، ويعني فوق هذا مفشر، يعني ما مكتفوا بهاي مفشر. بس انا غطيتها لا يحضرون الشركة. يعني شباب لو ادري ما حاكي يعني ما منزل على عبس، مو يجوز شغل جاي انا عبس، بس يعني تكفر على مود انتقاد. والله حرام وعيب وفشلة. راح اترك لكم التعليق وانتم جاوبوا علي. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ هسه اتركونا من هاي التعليق. اريدكم تجلدونه جليد، اريدكم يعني تنتقدونه بالتعليقات. راح افتح لكم التعليقات وماكو حظر، يعني تفشرون بكيفكم حتى لو من جماعة عبس. السلقة سلق. اريدكم يعني يكره اليوتيوب كلكم، فاشروا علي كل شو كلاشي. هسه راح نشوف التعليقات ونشوف شنو انتقاداتهم عليه. خلينا نشوف هو التعليق. الشباب بس شوف هذا التعليق ضاحك لمن روح اطالعه، ادري ما يمل هو يكتب دخيلك ربي. شباب راح انهي المقطع لهنا وانهي، وبعد لي 80 مشترك واطب 1000 متابع. همتكم شباب، والله ما ابقى شي وتعبت كلش على المقطع. واريدكم مو تنسون هذا اللي يكفر، اريدكم تردون علي رد ما صايركم. تمام شباب، ويلا باي.